قال ارجعوني يا زمن قضت كل عمري كفاح، وانا من دفعت الثمن من دمي لاجل عيال. جرح القلب هز البدن واصبح في مهب الرياح، قصة غامضة بالفتن فيها النصب والاحتيال. لو قسم وحط الوثن كان عايش ملك واستراح، او كان للامور قد وزن. يغفر في عياله رجال. هذه الكلمات للأخ محمد عبد الله اليريمي، وجه بها إلى والده وكافة إخوانه. أبدأ في عليم السماء يعلم بما جاء وراح، من غيره إله السماء العالم بأوسع مجال. قال ارجعوني يا زمان قضت كل عمري كفاح، وأنا من دفعت الثمن من دمي لأجل العيال. جرح القلب هز البدن واصبح في مهب الرياح، قصة غامضة بالفتن فيها النصب والاحتيال. قسم وحط الوثاين كان عايش ملك واستراح، او كان للامور قد وزاين يفخر في عياله رجال. لكن للاسف قد دفاين ثروه وسط حفره وراح، سلمها لانسان فتان بين الاب وابنه وقال ظنه اخ في الركون مثل الشمس وقت الصباح. لكن للأسف بالعلن خان العيش لأجل الريال. الشاوش بالعبا وثاين كتشل الثمر بارتياح، واغراضك عكوس العدال واصبر لنا الايام طوال. جرب وجه ذي حسان من دون هنجمة او سلاح، لكن تعذر وزان كله من عيال الحلال. والوالد ركن وافكهان قد حقق بهذا النجاح، ما يدري بأنه نسوج في داخل شباكه حبال. واخو كل من جاوزان فعله مثل صيد الرباح، لا حسان يعرف حسان او عبده يقدر هلال. قالوا بس اخونا افتهان وكل الملايين سفاح، نسيوا ان عذب كفايا وان الموت ما به جدال.
لك وهو راس مال. كنت الدرع لي يا حزام واليوم صار ظهري مباح، خلت من قطعان بعد الغدر شد الرحال. ويش قصتك يا علي والعودة لأجل الصياح؟ جيت من داخل المملكة قاطع للدروب الطوال. صح المال من حق ابوه والبت للجمع هو فساح، لكن عبت في حق اخوه صفت خلف نذل الرجال. اما السلف كان خطته مش مكتوب عليها النجاح، ذي فكه هو انسان غشيم والويسر هو اكبر مثال. العمال وفرتهم للمصنع ايادي صحاح، هم في المعلمة مبدعين كل اخلاصهم والخصال. الجبال والمظلوم كان قصدها يوم للعز قصوص الجناح، حتى الجو خلالهم لكن كل هذا محال. نختمها ذكر النبي في ذكره سلا وانشراح، صلينا عليه الجميع بعد البسملة والسؤال. صلينا عليه الجميع بعد البسملة والسؤال. لي غول داعس يا أبي من قبل سن العاشرة، وصيتني وانا احسبك تماسح الطفل الصغير. لو وصيتني وانا احسبك تمازح الطفل الصغير. وقال جدي يا بني ابنك حياته قاصرة. لو قال جدي يا بني ابنك حياته قاصرة، اللي توصي به بنك في صغر سنه ما يصير. اللي توصي به بنك في صغر سنه ما يصير. ورد عن جدي أبي وقال دنيا عابرة. لو رد عن جدي أبي وغلد يا عابرة، لو ما فهم قولي صغير بيفهم قولي كبير. لا لو ما فهم قولي صغير بيفهم قولي كبير.